ازيكم عاملين ايه؟ مبدئيا بعيدا عن شكلي اللي انا جرأتي واخداني ان انا انزل فيديو بالاهمية دي غالبا مش هيتمسح من القناة و... وانا تعبانة وش الوارم ده، فبعيدا عن شكلي متعلقوش. قلت لازم اصور فيديو جديد عشان اطمنكم ان انا بخير الحمد لله وكل حاجه معايا بخير. حاجه كمان، في اسك كتير قوي بتجيلي منكم سواء من المسج او الكومنت او حتى كمان لما بنزل اسك على الانستجرام، الكل بيسال نفس السؤال: نقطه الخشوع في الصلاه. وانا امبارح عملت اسك، قلت اسالوا بابا، واخدت الاسئله بتاعتكم وديتها لبابا، وبعدين اخدت سكرين شوت ونزلتها. ده كله عملناه في ستوري الانستجرام، فلو انتوا مش متابعيني على انستجرام هتلاقوه في الديسكريبشن وفي اول تعليق مثبت. ومن الاسئله اللي جات لي كانت الخشوع في الصلاه، ولما بابا رد عليها قلت ليه ما نعملهاش في فيديو تبقى موجود بشكل كامل معانا. عشان كده قلت انزل لكم الفيديو ده النهارده مره كمان، معذره على وشي اللي وارم، معلش يعني استحملوا الفيديو. السلام عليكم. الأول السؤال ده جميل قوي، ويدل على إن فعلا إنك عايز تقرب من ربنا قوي، أو سبب الخشوع إنك تقرب من ربنا قوي. أول خطوة تقرب بيها من ربنا سبحانه وتعالى إنك تعرفه، وتعرف إن هو الغني وإحنا الفقراء. يعني إيه هو الغني وإحنا الفقراء؟ يعني إحنا محتاجين له في كل حاجة، محتاجين له إن إحنا نتخلق، وإحنا محتاجين له إنه يرزقنا، ومحتاجين له إنه يشفينا، ومحتاجين له إنه يهدينا، ومحتاجين له ان يدخلنا الجنة ويغفر لنا ذنوبنا. اذا احنا محتاجين له في كل حاجة. طب هو غني في كل حاجة، مش محتاج لحد في حاجة خالص، وبيدينا كلنا ومش محتاج مننا حاجة خالص. فهو بيعطي لان هو كريم، وبيعطي لان هو عظيم، وبيعطي لان هو رحيم، فبيتصف بصفات الكمال. طيب انا ازاي بقى لما اروح له يكون قلبي خاشع؟ اول حاجة قبل ما اروح له لازم استحضر الحاجات دي الاول. يعني ايه؟ اخش اتوضى وانا بفكر ان انا بتوضى عشان هقف بين ايدين الملك سبحانه وتعالى. لازم استحضر ده في دماغي وانا بتوضى، مش قاعد اتوضى ودماغي سرحانه، مش قاعد اتوضى وبتكلم مع اللي جنبي وبندردش في اي حاجه، مش قاعد اتوضى والدنيا واخداني وعمال في حسابات وعمال في حاجات. لا، قاعد اتوضى وقاعد استحضر قلبي ان انا هقف بين ايادي الله سبحانه وتعالى. طب الخطوه التانيه، هروح قبل ما ابدا الصلاه استنى شويه. مش هخش الله اكبر ودخلت وانا لسه الدنيا كلها معايا مش قادر اتخلص منها، لا، استنى واقف شويه، وبرضه استحضر ان انا هقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، واستحضر ذنوبي وضعفي، واستحضر عظمته وقدرته ومغفرته ورحمته. دخلت في الصلاه، اقرا بتأني وتدبر في كل آية. يعني ايه اتدبر في كل آية بقى؟ يعني لما اقرأ آية احس بمعناها وقلبي يرجو ثوابها، احس بمعناها وقلبي يرجو ثوابها. اخدها آية آية واقرأها بالراحة. ونفس الشيء لما اجي اسجد او اركع وادعي ربنا، استحضر قلبي واحس بالدعاء واحس بعظمة ربنا سبحانه وتعالى. في خطوة كمان، ايه هي؟ لما اجي اصلي ما اصليش بنفس الصور، اخش نفس الصورتين اللي انا بقراهم في الركعتين هم نفس الصورتين، هيتعود لساني وعمال شغال ودماغي سرحانة في حاجة تانية. لا، كل مرة أقرأ حاجة مختلفة، وحضر الحاجة اللي هقرأها من قبل ما أدخل في الصلاة، ولما أصلي بيها، وكل مرة أغير. ونفس القصة في الدعاء وفي التسبيح. في تسبيح بيبقى متكرر،
يعني سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم. لكن بقية التسبيح والأدعية أغيرها، أسبح كل مرة بتسبيح مختلف عشان يبقى أنا ذهني حاضر وقلبي حاضر. وبعد ما أسلم أستغفر ربنا سبحانه وتعالى. علمنا النبي إن احنا نستغفر بعد الصلاة. هو احنا كنا بذنب؟ لا، احنا كنا في تقصير، ما أديناش حق الصلاة، فالواحد بيستغفر عشان يجبر الحاجات ديت. بعد ما يستغفر ربنا سبحانه وتعالى ما يقومش يجري على الدنيا، يخليه قاعد ويسبح ويحمد ويكبر ويهلل، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خلص دولت قبل ما نصرف يستأذن ربنا سبحانه وتعالى في إنه بينصرف. يعني إيه بيستأذنه؟ يعني بيقوم بهدوء، مش خلص ويروح جاري. لو كان في المسجد خد شبشبه ومشي، أو لو كان في البيت أهو قام دخل المطبخ دخل يعمل أي حاجة، بل على العكس يقوم بهدوء ويزال قلبه ولسانه مرتبط بربنا سبحانه وتعالى لحد ما ينصرف من المكان اللي هو فيه. يبقى كده احترم وجوده مع ربنا سبحانه وتعالى. بتكراره وبمحافظته على الحاجات ديت ربنا هو اللي هيرزقه الخشوع، لان احنا ما بنعملش الخشوع، احنا بنبذل جهد بس. لكن ربنا سبحانه وتعالى احنا لما بنبذل جهد معاه هو بيرزقنا عمل القلب، فبيرزقنا الخشوع. وبس كده، يا رب تكونوا استفدتوا. لو عايزين حاجات زي كده مرة كمان، وان احنا نرجع نسأل بابا في حاجات مرة كمان، قولولي. والانستجرام والفيسبوك بتاعي هتلاقوهم في الديسكريبشن وفي اول تعليق مثبت. دمتم بخير، سلام.